السلام عليكم تعالى وبركاته. معكم قناة حدث يروى. موضوعنا اليوم: كفى استرزاقا باسم المغرب. في السنوات الأخيرة أصبح اسم المغرب حاضرا في عدد كبير من الفيديوهات والمنشورات، ليس دائما بدافع نقل الحقيقة، بل أحيانا فقط لجذب المشاهدات. فهناك من يكتشف أن الحديث عن المغرب سواء مدحا أو نقدا يجلب التفاعل، فيجعل منه مادة يومية لقناته. النقد الموضوعي حق للجميع ولا أحد فوق النقد، لكن هناك فرق كبير بين النقد المبني على الحقائق وبين تحويل المغرب إلى وسيلة لاسترزاق وإثارة الجدل من أجل زيادة المشاهدات والأرباح بالباطل. الغريب أن بعض صناع المحتوى لا يتحدثون عن قضايا أوطانهم ولا عن مشاكل مجتمعاتهم، لكنهم لا يتذكرون إلا المغرب، لأنهم يعلمون أن اسمه فقط يجلب الانتباه ويحقق انتشارا واسعا عن وطنهم وعن بلدهم. رسالتنا بسيطة: إذا كان لديك نقد مبني على الوقائع فأهلا به، أما إذا كان هدفك الوحيد هو جمع المشاهدات بإثارة الكراهية والفتنة فابحث عن طريق آخر للنجاح. فالمحتوى الجيد لا يحتاج إلى الإساءة للآخرين، والنجاح الحقيقي لا يبنى على استفزاز الشعوب. المغرب سيبقى دائما بلدا له تاريخه وثقافته وشعبه، ولن تزيده حملات التشويه إلا حضورا. والأفضل للجميع أن يكون التنافس في تقديم المعرفة والإبداع، لا في صناعة الخصومات من أجل بضعة المشاهدات. وقبل الختام، لا تقذف إلا الشجرة المثمرة. لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.